اوجد معادلة الخط المستقيم. طب يلا كده نشوف القوانين بتاعتنا. ادي القوانين بتاعتنا، الورقة بتاعتنا، تمام، الورقة المهمة بتاعتنا. اه اما يقول لي يلا بقى كده عشان نجهز نفسنا من الورقة دهيت، نشوف بقى احنا عايزين ايه. اوجد معادلة المستقيم، واحنا اتفقنا لما يجي يقول لي اوجد معادلة المستقيم هقول له ص بتساوي م س زائد ج. يبقى دي اول حاجة انا عرفتها اهو. يبقى انا حاجة اقول له ص بتساوي م س زائد ج. طب زي ما اتفقنا ان م دي اللي هي الميل، تمام، وجيم دي اللي هي الجزء المقطوع. طب يلا كده يبقى احنا كده في حاجتين احنا عايزينهم من المسألة، الميل والجزء المقطوع. طب يلا كده بشويش الميل، انا عايز اجيب الميل. طب هو الراجل مديني في المسألة الميل؟ تقول لي لا مش مديني الميل. طب تعالى كده، مادام مش مديني الميل يبقى انا محتاج اجيب الميل. محدش بقى يستعجل ويطص اي حاجة ويعمل اي حاجة، بالراحة جدا ومفيش اي مشكلة. تعال، انت عايز ايه؟ عايز الميل. تعالى يا عم نشوف الميل. احنا قايلين طرق ايجاد الميل. تعال، طرق ايجاد الميل اهي. احنا متفقين ان احنا بنجيب الميل بثلاث طرق. يا اما يكون عندي نقطتين، تمام، يا اما يكون عندي زاوية، يا اما يكون عندي معادلة للخط المستقيم. تعال بص كده في المسألة، انت عندك نقطتين؟ تقول لي لا عندي نقطة واحدة، يبقى مش هينفع الطريقة دي اهي. عندك طب تاني طريقة، عندك زاوية؟ لا ما عنديش زاوية، تمام. امال عندك ايه في المسألة؟ عندي معادلة. يبقى انا هجيب الميل من من الطريقة التالتة بتاعت المعادلة. شايف الدنيا سهلة ازاي؟ مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان الورقة دي تكون موجودة عندي في دماغي انا، عشان بفكر بنفسي كأن الورقة دي قدام عيني. يبقى انا كده هجيب الميل بتاعي منين؟ من المعادلة. طيب حلو، هتقول لي طب احنا عندنا طريقتين في المعادلة، السين والصاد مع بعض ولا مش مع بعض؟ هتقول لي ده احنا عندنا طريقتين. السين والصاد هنا موجودين مش مع بعض، يبقى معامل س على معامل صاد. يبقى انا كده حاجة اروح اقول له تعالى نجيب الميل، تمام. يبقى هقول له الميل بيساوي من المعادلة معامل، تمام، س على معامل صاد. حلو، معامل س يعني الرقم اللي لازق في السين اللي هو التلاتة، على معامل صاد اللي هو بواحد، يبقى الكلام ده 3 على 1 بيساوي كام؟ بيساوي 3. اديني جبت الميل. بس خلي بالك بقى، هو قال لي في المسألة كلمة، قال لي كلمة يوازي. تمام، ما هي كلمة يوازي دي كلمة من كلمات الميل، ولما نسمع كلمة يوازي يبقى أنا عايش شرط التوازي. وشرط التوازي بيقول لي إن م1 بيساوي م2، يعني الميلين بيكونوا قد بعض. يبقى معنى كده إن أنا كده أعرف أجيب ميل الموازي. يبقى ميل الموازي هياخد نفس الرقم. قلت له طيب يبقى ميل الموازي عندي هيكون بكام؟ ب3 برضه. يبقى انا كده عرفت اجيب الميل بتاعي. يبقى انا كده قدرت ان انا اعرف ان الرقم ده اللي هو الميم هشيله واحط مطرحه 3. يعني المعادلة بتاعتي بقت ص بتساوي 3 س زائد ج. طب فاضل كده بقى عندنا ان احنا نجيب الجيم. طب الجيم دي اللي هي الجزء المقطوع، هو اداني الجزء المقطوع؟ لا ما ادانيش الجزء المقطوع. طب يلا بقى هنجيب الجزء المقطوع ازاي؟ قال لي يجي دور الحاجة التانية اللي هو كان مديهالي، اللي هي النقطة اللي هو مديهالي دهيت، الزوج المرتب اللي هو مديهولي ده. احنا عارفين ان الزوج المرتب ده بيتكون من رقمين، الرقم الاولاني ده رقم السين والرقم التاني ده رقم الصاد. ودولت الرقمين دولت انا بحطهم في المعادلة. يعني حاجة في المعادلة بتاعتي دهيت وابدأ احشي المحشي برضو. يعني ايه احشي المحشي؟ يعني هشيل السين واحط مطرحها الرقم بتاعها، واشيل الصاد واحط مطرحها الرقم بتاعها. يبقى بدل الصاد هشيلها واحط مطرحها الرقم بتاع الصاد اللي هو موجود عندي في المسألة، اللي هو الرقم 2 بتاع النقطة، بتساوي 3، واشيل السين، تمام،
واحط مطرحها الرقم بتاع السين اللي موجود عندي اللي هو بكام؟ بواحد. حلو. يبقى الكلام ده زائد ج. تقول لي 3 في واحد بكام؟ يبقى ده كده بكام؟ ب3. يبقى أصبح 2 بتساوي 3 زائد ج. طب عايزين نجيب الجيم، يبقى هنمشي ال3 تروح الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى 2 ناقص 3 يطلع بسالب 1. يبقى الجيم بتساوي -1. يبقى أنا كده عرفت المعادلة، إن أنا هشيل الجيم وأحط مطرحها -1. بقت المعادلة بتاعتي ص بتساوي 3 س وزائد -1 يعني -1. تمام. وادي المعادلة بتاعتي، وده سؤال من الأسئلة الصعبة اللي الناس بتقول إن هي مبتعرفش تحلها. الدنيا بشويش ومفيش أي مشكلة وسهلة مفيهاش أي حاجة. طيب يبقى كده عرفنا ازاي نجيب معادلة المستقيم، وشوفنا ازاي بنستخدم القوانين بتاعتنا. يلا نشوف كمان سؤال.